لك ايه، ما تيجي احكي لك قصه رعب حقيقيه. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. قصتنا بتبتدي بثلاث بنات، ساره وحبيبه وشيماء. الثلاث بنات دول كانوا في تانية اعدادي وحرفيا كانوا من اشطر الطلاب، لحد ما في يوم سمعوا ان المدرسه بتاعتهم مسكونه وكمان مشهوره بثلاث اساطير. اول اسطوره وهي ان بيكون في هناك تمثال وعينه بتكون باصه ناحيه الشمال، لكن بالليل عينه بتبص ناحيه اليمين. الاسطوره الثانيه بتقول ان حنفيات المدرسه بالليل بينزل منها دم. اما الاسطوره الثالثه بتقول انك لو دخلت حمام المدرسه بالليل فهينزل حبل من فوق وهيزعلك. المهم ساره وحبيبه وشيماء ما صدقوش الكلام ده وقرروا ان هم يتاكدوا من الكلام ده بنفسهم. وفعلا الساعه جت 2 بالليل وراحوا المدرسه، واول لما دخلوا فضلوا واقفين قدام التمثال وعينه باصه ناحيه الشمال وما بتتحركش. ساعتها اتاكدوا ان كل الكلام ده مش حقيقي، بس ساره حبت تتاكد وراحوا على الحنفيه، وفعلا راحوا وبرضه مفيش اي حاجه غريبه. وساعتها ادركوا ان كل الكلام ده اشاعات. بس حبيبه كانت فضوليه شويه وقررت انها تاخد اسوأ قرار في حياتها، ايوه تدخل الحمام. ساره وشيماء فضلوا يتحايلوا عليها بلاش، بس للاسف ما سمعتش كلامهم ودخلت الحمام. 5 دقايق وحبيبه خرجت ومفيش اي حاجه حصلت، وفعلا كل الاساطير دي طلعت اشاعات. المهم ساره وشيماء وصلوا حبيبه لغايه البيت وروحوا هم، وتاني يوم صحيوا على اغرب مكالمه من مامة حبيبه. البنت ما رجعتش البيت من امبارح. ازاي يا طنط؟ احنا موصلينها لغايه البيت امبارح بنفسنا. المهم الاهالي كلهم اتجمعوا في المدرسه عشان يشوفوا حل، بس وسط الزحمه والكلام ساره لاحظت حاجه غريبه. التمثال كان باصص ناحيه اليمين، وهنا ادركت ان كل الاساطير حقيقيه. من غير تفكير طلعت جري على الحمام، وفعلا لقت الحنفيات هناك غرقانه دم. ساره فضلت متخشبه في مكانها من الصدمه، وشيماء جت وكان باين على وشها ملامح الرعب والخوف، لان هم عارفين ومتاكدين هيلاقوا ايه جوه في الحمام. وفتحوا الباب وكانت الصدمه حبيبه مشنوقه في الحمام. السؤال مش هنا، السؤال مين اللي خرج لهم من الحمام بالليل وروحوه لغايه البيت؟